السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسلامة يا رب. النهاردة بإذن الله تعالى هنبتدي نعمل معاكم مخبوزات ترسة الأفران. العجينة اللي احنا هنعملها ديت يا حبايبي تنفع لكذا صنف من المخبوزات، وان شاء الله بإذن الله هنوري لكم حاجة حاجة. النهاردة بإذن الله هنعمل ترسة الأفران بالعجوة، وهنعمل كمان قرص، نوعية قرص معانا محشية سكر وقرفة، وهنعمل كمان ضفاير سادة خالص زي الشوريك كده بالظبط، سادة خالص بنفس العجينة بتاعتنا. خليكم معانا يا حبايبي عشان نبدأ معاكم ونقول المكونات بتاعتنا ايه. هنا يا حبايبي المكونات بتاعتنا سهلة ان شاء الله بإذن الله وبسيطة جدا زي ما احنا معودينكم. هنا معانا كوبايتين لبن، 3 بيضات، كوباية زبدة على زيت، لو عايزة تعملي زيت بس براحتك، بس انا عاملاها زبدة على زيت. تمام زي ما احنا شايفين كده حبايبي. ومعانا طبعا سكر دوت طبعا عشان العجين، والخل انا بحطه دايما زي ما انتم عارفين معلقه واحده بس من الخل الطبيعي اللي احنا بنشتريه طبعا من البقال او السوبر ماركت، ده بيشتغل معانا كمحسن كيك. هنبدا بسم الله ونقول هنحط اول حاجه معلقتين من السكر فوق اللبن، معلقتين كبار من السكر. تمام يا حبايبي. وادي معانا كيس خميره فوريه برضو فوق اللبن، طبعا اللبن دافي، لبن للعجن دافي. تمام. ونبدأ نحط ال3 بيضات برضو فوق اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين كده حبايبي. ومعانا برضو الكوباية بتاعت اللي هي السمنة او الزبدة او الزيت، المادة الدهنية اللي انت حابة، برضو هنسمي الله ونحطها كلها برضو فوق اللبن، وهنبتدي نسمي الله ونقلب كل المكونات بتاعتنا ديت مع بعضها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي هنحط معلقة كبيرة من الخل او معلقتين على حسب الكميه بتاعتك، معلقتين كبار لو الكميه بتاعتنا. انا النهارده ان شاء الله هعمل تقريبا 1.5 كيلو دقيق. تمام. هحط معلقتين من الخل، ده بيشتغل معايا كمحسن، ينفع محسن كيك، محسن لكل المخبوزات. اي عجينه بنحط عليها معلقه خل او معلقتين خل تشتغل كمحسن للمخبوزات. تمام يا حبايبي. هنا يا حبايبي معانا بسم الله ما شاء الله 1.5 كيلو دقيق زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه؟ معلقه صغيره من الملح على الدقيق. تمام يا حبايبي. هنا يا حبايبي زي ما احنا شايفين طبعا حطينا معلقه ملح صغيره على الدقيق. هنبتدي نقلب بسم الله الرحمن الرحيم، نقلب كل الدقيق بتاعنا كده زي ما احنا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام يا حبايبي اهو. كل بقى السوائل بتاعتنا اللي احنا مجهزينها جنبنا في اللبن الدافي والبيض والزبده والخل والخميره كله مع بعضه هنسميه بسم الله ونبدأ ننزل بيه على 1.5 كيلو دقيق. وهنبتدي نعجن العجينة بتاعتنا. لو احتاجنا سوائل ممكن نكمل لبن دافي عادي جدا مفيش مشكلة، او مية دافية، بس اهم حاجة تكون دافية، مية دافية او لبن دافي مفيش مشكلة خالص لو احتاجنا سوائل. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عندك عجان يا حبيبتي بتعجني عادي بالعجان بتاعك، ما عندكيش عجان بنعجن بايدينا. هنا احتاجنا شويه ميه، حطيت شويه ميه دافيه في نفس البوله اللي كان فيها المكونات بتاعتي، احط شويه بشويه على حسب احتياجي. كده يا حبايبي انا شايفه ان العجينه بتاعتي بسم الله ما شاء الله بقت كويسه جدا، مش محتاجه اي سوائل تاني، لا لبن ولا ميه. في الاول هتحس ان هي بتلزق معاكي كده مفيش مشكله خالص. هنبتدي نعجن عجن كويس جدا لحد ما نحس ان العجينه بتاعتنا ثابت الجوانب وثابت الاطراف بتاعتنا وبدات تبقى ناعمه وهشه جدا. خليكم معانا نكمل العجن. كده يا حبايبي يبقى خلصنا العجينه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله بقت طريه وجميله وهشه ازاي. وطبعا
كده اتاكدنا ان هي اتعجنت كويس، ان هي كل العجين اللي في الجوانب والحروف خلاص ما بقاش موجود زي ما احنا شايفين كده. هنغطيها بقماشه نظيفه وهنسيبها لحد ما تخمر، وبعد كده نرجع لكم تاني يا حبايبي. خليكم معانا عشان نشوف الخطوه اللي وراها ايه. هنا يا حبايبي الخطوه اللي وراها ايه، دي عجوه انا شارياها جاهزه من عند السوبر ماركت زي ما احنا شايفين كده. حطينا عليها معلقه سمنه او زبده براحتك خالص، وهنبتدي ان احنا نعجن العجوه بالسمنه عشان ما تلزقش مننا واحنا بنستعملها في الايه، في العجينه بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بمعلقه، بشوكه، بايديكي، براحتك خالص. على فكره يا حبايبي لازم انا ببقى غاسله ايديا كويس جدا الاول. اي نعم انا ما بشتغلش بجلافز ولا بلبس جواندي ولا حاجه، ولكن لازم اكون غاسله ايديا كويس جدا عشان انا حاجتي الاول تكون نظيفه، وكمان اي حد بيشاهدني ما يبقاش متضايق مني. تمام يا حبايبي، هنعجنها ونرجع لكم تاني. كده يا حبايب قلبي رجعنا لكم تاني بعد ما عجننا العجوه خلاص بالسمنه. بدات تبقى بسم الله ما شاء الله، بصوا طريه خالص ازاي، وما بقتش خلاص بتلزق في الايد، لان طبعا حاطين عليها ماده دهنيه اللي هي السمنه. هنبتدي نشكلها ونسيبها لحد ما ايه، ما نوصل ان شاء الله للخطوه اللي ورا. كده يا حبايبي خدنا قطعه عجوه زي ما احنا شايفين، بنبتدي نفردها صوابع طوليه كده على حسب الحجم اللي احنا هنعمله طبعا في العجين، بس احنا هنجهزها تجهيز مبدئي، وبعد كده ان شاء الله واحنا بنشتغل بقى هنشوف هنحب نزود حته او نشيل حته زي ما احنا حابين. نبتدي نعمل العجوه بتاعتنا ونجهزها بالشكل ده. رجعنا لكم تاني يا حبايبي بعد ما بسم الله ما شاء الله اللهم بارك العجينه بتاعتنا خمرت. طبعا قدامنا العجوه اهي تشكلناها زي ما احنا شايفين، ودي سمسم هنحطه على الوش ان شاء الله. طبعا هندهن الوش الاول، بس خليكم معايا خطوه بخطوه عشان نشوف هنعمل ايه. دي العجينه بتاعتنا اهي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا اختمرت ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنسمي بسم الله ونبتدي نقطع العجين معانا كور على حسب بقى ما انت عاوز، يعني مثلا كوره متوسطه بالشكل ده. تمام يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده، وهنبتدي نسيبها ترفع عشان احنا محتاجين العجينه دي عشان تبقى هشه معانا. كل ما تخمر بزياده كل ما هتبقى من جوه طريه جدا وهش زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. تمام، هنقطع بالشكل ده ونحطها معانا في الصاجه بتاعتنا عشان ترفع، وناخد واحده بواحده. بصي يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده العجينه بتاعتنا ما شاء الله رفعت شويه اهيت. هنسمي بسم الله ونبدا نعملها بالنشابه بالطول كده على قد ما نقدر، وهنجيب قطعه من العجوه زي ما احنا شايفين كده حبايبي اهي، ونحطها جوه العجينه بتاعتنا ونبتدي نقفل من فوق ومن تحت كده بالشكل ده، ونبتدي نبرمها اهو. بصوا اهو. طبعا انا مكبره التقطيعه بتاعه العجين، انت حابه تخليها صغيره براحتك خالص زي ما تحبي زي ما احنا شايفين كده اهو يا حبايبي. بصوا ونبتدي نقفلها. اهم حاجه التقفيله دي مهمه جدا، التقفيله دي مهمه جدا، ما تبانش خالص في الايه واحنا بنعمل عشان ما تفكش مننا اهو. نحاول ان احنا نلحمها باي طريقه اهو زي ما احنا شايفين كده، بحيث ان الطرف بتاعها يبقى داخل جوه ما ايه ما يفكش معانا زي ما احنا شايفين كده. وبسكينه هنبتدي ان احنا نعمل فتحات كده زي ما احنا شايفين يا حبايبي كده في الكاميرا اهو، داير ما يدور بقى. نحاول بس نبعد عن المكان بتاع الفتحه عشان ما يفكش مننا اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. تمام، دي يا حبايبي ترسة الافران بالعجوه. وزي ما قلنا في اول الفيديو ان العجينه دي بتنفع لكذا نوع وكذا صنف من المخبوزات. تمام، ده نوع من المخبوزات اللي احنا قلنا عليه، وان شاء الله باذن الله هنعمل قرص دلوقتي حالا بالسكر والقرفه. تمام، وهنعمل ضفاير زي الشوريك كده بالظبط، واحنا مع بعض خطوه بخطوه هوريكم ان شاء الله احنا بنعمل ايه. تمام يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده اهو، ما بنوصلهاش للاخر، بس دي الشكل بتاعنا. يا رب يكون واضح بس قدامكم كويس اهو. هنبتدي نسمي الله ونشيلها ونحطها معانا جوه الصينيه بتاعتنا. هنخلي بين كل واحده وواحده مسافه عشان نسيب لها مسافه للخمر، لان احنا هنتركها مسافه يعني تقريبا نص ساعه، وطبعا الجو حر جدا فان شاء الله باذن الله مش هتاخد وقت في الخمر.
هنسيب لها مسافه زي ما احنا شايفين كده حبايبي، ونغطيها. هنكمل بقيه الصاجه بنفس النظام، وان شاء الله باذن الله خليكم معانا خطوه بخطوه. كده حبايبي خلصنا الصاج كله زي ما احنا شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، هي اصلا بدات ترتفع، بدات تخمر اساسا، بسم الله ما شاء الله. هنغطيها ونسيبها تخمر براحتها، وباذن الله خليكم معانا عشان اوريكم بقيه الفيديو هيحصل فيه ايه. هنا يا حبايبي معانا ايه بقى؟ النوعيه التانيه من المخبوزات بتاعتنا. معانا هنا سكر وعليه شويه قرفه زي ما احنا شايفين كده بالظبط. ادي قطعه عجينه ديت انا مكبراها شويه، هنبتدي افردها شويه كده على ايديا اهو بالشكل ده. بصوا حبايبي اهو، مش قوي، تمام. ونبدا نجيب جواها معلقه سكر بالقرفه زي ما احنا شايفين كده اهو، مش كتير عشان ما يطلعش مننا. ونبدا نقفل تاني العجينه بتاعتنا بالشكل ده اهو. احنا مش هنفردها ولا هنعمل فيها اي حاجه، مجرد فرد بسيط خالص عشان ما نطلعش السكر منها. ونبتدي نحطها جوه الصاج ونسيبها بالشكل ده، تمام. يلا نعمل واحده كمان اهو يا حبايبي زي ما احنا شايفين. يلا نعمل واحده كمان. ادي العجينه بتاعتنا هنبتدي نفردها على ايدينا زي ما احنا اتفقنا، فرد بسيط كده اهو اهو. نجيب سكر بالقرفه ونبدا نحطه جوه القرصه بتاعتنا ونقفلها بالراحه كده اهو عشان ما يقعش مننا. نحاول نقفلها كويس عشان ما يطلعش مننا واحنا بنبططها تبطيط خفيف او في الفرن. بصوا اهو كده، ونبتدي نحطها نرصها في الصاج. اما نيجي نبططها مش هنفردها قوي تبقى قرصه، لا، مجرد حاجه خفيفه خالص كده، لان هي طبعا المخبوزات بتاعتنا بتبقى هشه وعاليه، قلبها بيبقى بسم الله ما شاء الله قطني كده وجميل وهش خالص اهو. بس لان هي هترتفع تاني معانا اهو يا حبيبي، تمام زي ما احنا شايفين كده اهو. بصوا يا حبايبي ده نوع كمان برضو هنعمله. بصوا هناخد قطعة العجوة بتاعتنا، نبتدي نحطها جوه العجينة كده، ده نوع كمان برضو، ونقفله نفس التقفيلة بتاعة السكر والقرفة، تمام. وهنسيبها طبعا احنا لميناها زي ما احنا شايفين كده، هنسيبها ترفع لان هنبططها ونفتحها فتحات خفيفة من على الوش كده، يبقى شكل تاني غير الايه، غير الترسة بالعجوة. يعني هنعمل اشكال مختلفة من عجينة واحدة بس، تمام اهو. هنبتدي نسيبهم، انا عملت 2 اهمت، هنبتدي نسيبهم يرفعوا، وباذن الله واحنا بنعملهم تاني هرجع لكم واوريهم لكم احنا عملناهم ازاي. ديت يا حبايبي القرصه اللي احنا اتفقنا عليها، تمام، اللي احنا حاطين فيها عجوه، قلنا هنعملها بشكل تاني. طبعا حشينا فيها عجوه، هنبتدي نفردها بالراحه مش قوي عشان ما نطلعش العجوه منها اهو، تمام زي ما احنا شايفين كده. هنفتح بس تفتيحات بسيطه كده في الوش خفيفه خالص اهو، مش هنوصل الفتحه لحد تحت، هي لما تخمر هتقوم مفتحه منها لنفسها اهو. ده برضو ان شاء الله شكل كل ما تخمر هوريها لكم، تمام يا حبايبي. ونحطها في الصاج. واجي واحده تانية اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، برضو نبتدي نفردها كده. كل ده هيندهن يا حبايبي، هيندهن لبن قبل ما يدخل الفرن طبعا. عايزه ترشي سمسم ماشي، حبه البركه ماشي، عايزه تدهني لبن بس براحتك خالص، تمام. ونبتدي زي ما اتفقنا برضو شقق خفيفه خالص مش قوي اهو، ونحطها في اللي فين في الصينيه. ادي الشكل التالت ضفاير اهو.
زي ما احنا شايفين كده حبايبي. ونبتدي بقى هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى كده هنضفرها اهو، نقفل كويس من فوق عشان ما يفكش مننا، ونبتدي نضفر عادي خالص كأنك بتضفري بنوتك الصغيرة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقفل كويس من تحت زي ما احنا شايفين كده. ادي شكل كمان. نبتدي نحطه في الصاج اهو زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. دي يا حبايبي اول صاج، رجعنا لكم تاني اهوت. ده اول صاج احنا عملناه، المفروض ان احنا هنسيبها تخمر اكتر من كده كمان عشان تبقى هشه خالص من جوه ومفرغه زي ما احنا متفقين، بس انا حبيت ان انا اوريكم الخطوه ديت الاول ونسيبها تاني براحتها بقى. بصوا حبايبي، احنا هنا معانا لبن عادي حليب، تمام. هنسمي الله وندهن كل وش المخبوزات بتاعتنا باللبن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحاول واحنا ندهن بالراحه خالص خالص عشان ما نضيعش الخمر بتاعها، تمام. على الخفيف كده خالص اهو. زي ما احنا شايفين يا حبايبي، هنرش عليها رشات سمسم خفيفه كده يا حبايبي. خلصنا اول صاج براحته اهوت خالص، هنسيبه لحد ما يخمر، هنغطيه ونسيبه تاني لحد ما يخمر. وان شاء الله باذن الله لو حابين ان انتوا ترشوا على الوش بدل السمسم سكر بقرفه زي اللي احنا كنا حاطينه في جوه المخبوزات، مفيش اي مشكله خالص، زي ما تحبي. عايزه تخليها ساده هنحط جزء كده والجزء ده براحتك خالص، اي حاجه انت حباها اعمليها. تمام يا حبايبي. بكده يا حبايبي يبقى الفيديو بتاعنا خلص. يا رب باذن الله تكون الوصفه النهارده تكون سهله عليكم باذن الله وتكون عجبتكم، ونكون دايما باذن الله عند حسن ظنكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير. انتظرونا بقى باذن الله بعد ما ندخلها الفرن ان شاء الله باذن الله، ولما تطلع هنقدمها لكم ان شاء الله باذن الله تنال اعجابكم.